أفضل موبايل بسعر 8000 جنيه ويعتبر من ضمن هواتف الفئة المتوسطة لعام 2023. إليك إذن يا صديقي العزيز موبايل ريلمي 10 وحش ريلمي الجديد في الفئة المتوسطة. فدعني أعرفك على هذا الجوال، لكن قبل أن أبدأ لا تنسى وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. الجهاز يأتي بتصميم عصري وجذاب وأيضا مختلف عن بقية المنافسين في نفس الفئة السعرية للجهاز، ويتوفر الجهاز بلونين فقط وهما الأبيض والأزرق اللامع. لكن كل ما يهمك يا عزيزي المشاهد في هذا المقطع وهو قدرات وإمكانيات هذا الجوال الرائع، حيث أن الهاتف يأتي بمعالج ميديا تك هيليو جي 99 زائد معالج رسومي مالي جي 57، ويعتبر هذا المعالج واحد من أفضل معالجات الهواتف المحمولة في الوقت الحالي من حيث الأداء العام للمعالج أثناء التصفح وأيضا اللعب لفترات طويلة على الجهاز، حيث أن أداء المعالج لا يتأثر بسهولة أثناء الاستخدام، وهذه هي أحد النقاط المهمة والأساسية في الهاتف. ننتقل سريعا إلى شاشة الهاتف، حيث تأتي شاشة الهاتف سوبر أموليد بمساحة 6.4 إنش بدقة 2400 في 1080 بكسل بمعدل بكسلات يصل إلى 411 شمعة لكل إنش، بالإضافة إلى دعم الشاشة لمعدل التحديث العالي 90 هرتز لكي يعطيك الهاتف تجربة مشاهدة ممتازة جدا من حيث تشبع الألوان وزوايا الرؤية اللي بتوفرها لك الشاشة. أما بقى عن الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل تعتبر ممتازة جدا بالنسبة لسعر الجهاز، بحيث إنها تقدم لك صور ممتازة جدا في النهار، لكن الصور الليلية تعتبر باهتة بعض الشيء. أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل ممتازة جدا في التصوير، بالإضافة إلى كاميرا 2 ميجا بكسل خاصة بالعزل. أما عن تصوير الفيديو في الهاتف فيدعم تصوير الفيديو بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل ومعدل التقاط إطارات يصل إلى 30 إطار في الثانية. أما عن تصوير الفيديو فالهاتف يدعم تصوير الفيديو بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط إطارات يصل إلى 30 إطار في الثانية الواحدة، ودي تعتبر من نقط الضعف في الجهاز من وجهة نظري. كان نفسي تدعم التصوير ال 4K، كان الجهاز ده بقى في حتة تانية خالص، وكان هيبقى في حتة مختلفة ومميزة جدا عن باقي الأجهزة اللي في نفس الفئة السعرية. أما عن الذاكرة والرام الخاصة بالجهاز فالجهاز يأتي بنوعين من الذاكرة. النسخة الأولى تأتي 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية تأتي 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. كما يدعم الهاتف أيضا جميع المستشعرات مع دعم خاصية الشحن السريع 33 واط، ويأتي أيضا ببطارية عملاقة 5000 ملي أمبير ممتازة جدا. كما يأتي مع الجهاز في العلبة شاحن سريع 33 واط وجراب سيليكون شفاف. كل دي يا شباب كانت مواصفات الجهاز، وأنا بتكلم عن مواصفات الجهاز كلمتوك كمان على بعض العيوب اللي في الجهاز، وكمان يعتبر ذكرت لكم مميزات الجهاز من وجهة نظري المتواضعة. فهل الجهاز يستاهل السعر اللي نازل بيه في السوق المصري والاسواق العربية حاليا؟ وهل يعتبر الجهاز ده واحد من افضل الاجهزة اللي نزلت في الاسواق حاليا؟ ايوه، الجهاز ده يعتبر يا شباب واحد من افضل الاجهزة اللي نزلت في الاسواق من حيث السعر، من حيث المميزات، من حيث الامكانيات. الجهاز ده ممتاز جدا يا شباب، انصحكم بيه لو انتوا عايزين جهاز بسعر 8000 جنيه ويعتبر مميز جدا. فالجهاز ده واحد من افضل الاجهزة اللي نزلت في السوق حاليا. يا ريت يا شباب تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الجهاز بمنتهى الصراحه، ولو حابين نعمل مراجعه عن هاتف مختلف استنى اشوف تعليقاتكم. دمتم في رعايه الله.